بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبايبي الحلوين، هنكمل كلامنا عن صحة المرأة. النهاردة معانا عصير خفيف للفطار. كل سنة وانتم طيبين. دي الفراولة المتفرزة اهو. كل يوم بتطلعي كده، ادي الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبتاخدي كده من الفراولة اهي اهي، وتحطي في الخلاط كويس. ادي الفراولة اهي، على قد ما انت عايزة وعلى عدد افراد الاسرة. وبتدخلي الباقي في التلاجة اهو. ادي الفراولة كده. نشيل الفراولة. معانا هنا جزر مسلوق، جزر مسلوق اهو على الفراولة. لازم تبقي محضرة حاجتك من قبل شهر رمضان، الحاجات دي بتساعد. السكر بقى، توصيتنا للسكر المرة دي هنحط سكر بس مش كتير. هنحط سكر ده للناس السلام اللي ما عندهمش مرض السكر، يعني يحافظوا على نفسهم ويشربوا الحاجة طعمها يكون مستصاغ شوية، طعمها يكون حلو شوية، بس ما تكونش السكر تقيل، يكون خفيف كده. هنحط شوية سكر خفيف عشان ما يبقاش ما فيهوش، او كده سكر خفيف ماشي. وهنحط المية وهنرجع نقفل خلاطنا كده ونشغله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي في منتهى السرعة ومنتهى الجمال. بس كده عشان الخلاط ايه بيخر شوية. ده يعني انا دلوقتي بعمل العصير ده امتى؟ العصير ده بعمله انا دلوقتي الساعة 12، الساعة 12، وبحطه في التلاجة. يعني لما هو جاهز اهو كده في بطرمانات عشان ما ياخدش مكان في التلاجة. ادي العصير بتاعنا ده مش هياخد منك مكان في التلاجة، عشان التلاجات في شهر رمضان ربنا يزيد ويبارك بتبقى مشغولة الاماكن بتاعتها. ادي العصير بتاعنا ما خدش مننا 10 دقايق، كل حاجة فيه جاهزة وعلى طول اتعمل. واهو احطه في التلاجة. انا بعمله دلوقتي الساعة 12، يعني ما استناش للفطار. والساعة 12 عشان النهاردة الجمعة، ممكن الواحد يكون في شغل، يرجع من الشغل على ما بيجي البيت بتبقى الساعة 4، مستعجل عايز يعمل العصير وعايز يحضر الفطار ومش عارف.
يبقى عنده كده الجزر مسلوق والفراولة متفرزة، يحطه في الخلاط 5 دقايق ويعمله، يبقى العصير جاهز معاه اللي بترجع من الشغل. ادي يا حبايبي، كل سنة وانتوا طيبين، في منتهى الجمال، بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا لجميع اللي يشرب، بألف هنا وشفا.